نمسي عليكم بالخير اعزائي الحضور. معاكم الدي جي ابو علي. للطلب والاستفسار 392949. طبعا حبينا نبارك لاخونا ابو فيصل على زواجه من منيره، والله يدوم هالفرحه بينهم. طبعا ابو فيصل معروف عنه بالمفاجآت، واليوم هو خاش لكم مفاجأة حلوة، وللشرف ان انا اعلنها لكم. رحبوا معاي بالزوجة الثانية مريمي. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. طبعا ابو فيصل مفاجآته ما تخلص. رحبوا معاي بالزوجة الثالثة زينب. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا 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 لا، ابو فيصل مخرطة هالليلة. رحبوا معاي بالزوجة الرابعة فط فطامي. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. مفاجأة حلوة صح؟ أتوقع ما حد سواها من قبل. 4 زوجات في ليلة واحدة. على فكرة ترى احتمال يحطوني في موسوعة جينيس. إن شاء الله. خليني أقول لكم السالفة من البداية. زوجتي الأولى منيرة ما ترى إنه بتزوج عليها مريمي، بس مريمي ترى عن منيرة، بس ما ترى عن زينب وفطامي. الوحيدين اللي يعرفون بدي السالفة كلها فطامي ودي يجيبوا علي. مرحبا، معكم الدي جي ابو علي. للطلب والاستفسار 392949. مصدومين صح؟ معذورين ترى، لأن ما حد يظن أن أتزوج على بنته، بس يكون في علمكم أنا ريال بخير ومقتدر، وأعرف الحلال والحرام، وأعرف أن الشرع حلال 4، وهذا الشيء اللي أنتم راضين تفهمونه. أنا ما قصيت على أحد ولا خدعت أحد، ويشهد الله علي أن أنا أحبهم 4، وأعطيت كل واحدة فيهم مهرها، وبحطهم في عيوني، واليوم جمعتهم وحطيتهم قدام الأمر الواقع. إذا في واحدة منكم مو بعاجبها الوضع تقوم هي وفستانها وتشيل أهلها وتطلع برا، لأن البنات الاحتياط موجودين. صدق انك ما تستحي، ما تخاف من ربك انت؟ لا أخاف من ربي. أتوقع كلنا نعرف أن نسبة الطلاق زايدة في الديرة، والسبب شنو؟ السبب شنو يا أبو علي؟ مرحبا، معكم الدي جي ابو علي. للطلب والاستفسار 392949. اتوقع نسبة زيادة الطلاق اخوي ابو فيصل ان الرجال عقب ما يتزوج بفترة قصيرة يبتدي يلعب ويخون والعياذ بالله، او انه يتزوج واحدة ثانية بالسر بدون ما تدري زوجته الاولية. شكرا أبو علي. وأنا ريال ما أبي ألعب ولا أخون ولا أبغى أتزوج بالسر. أنا ريال أعرف الحلال والحرام، والقرار لكم. منيرة موافقة ولا لا؟ حسبي الله عليك. اوه بدينا بالصياح. عارف هات جاودي كلينكس، جاودي كلينكس لا يخسر بالميك اب بسرعه. هاتوا لي كلينكس خلصيني. موافقه ولا لا؟ احتاج اشاور هلي. من حقك ومن حق كل زوج انه تشاور اهلها. تفضلوا تفضلوا، كل واحد عنده اهله. يلا بسرعه، عندكم دقيقتين حق الاستشاره. شوي شوي تطيحون، شوي 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 على زوجاتي وسلم قلبهم. شوي شوي يلا 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 يلا. ابو علي عطني موسيقى الانتظار، موسيقى الاستشاره، الله يرضى عليك. للطلب والاستفسار 392949. خلص الوقت. منيرة موافقة ولا لا؟ قبل ما اوافق ابي اعرف شلون بتعيشني وشلون بتعدل بيننا احنا الاربعه. سؤال جميل. نبتدي بالبيت. البيت مكون من 4 طوابق، وهذا هو البيت اللي راح نسكن فيه. الطابق الأول حق منيرة، الثاني حق مريمي، الثالث حق زينبو، والرابع حق فطامي. كل واحدة لها طابق خاص فيها، وكل واحدة لها انترنت فايبر من بتلكو و5G بعد. لكن والله
اذا في واحده منكم تمت تحفر حق الثانيه ولا تشوش على الثانيه نطلقكم اربعتكم. انا ريال اعرف الحلال والحرام، والخير يخص والشر يعم، والبنات الاحتياط موجودين. خلاص